الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. شعبي العزيز، بعد 50 سنة من التضحيات ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وإنه من دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تقليد الذكرى 50 للمسيرة الخضراء والذكرى 70 لاستقلال المغرب. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن. إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى القويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية. شعبي العزيز، لقد قلت في خطاب سابق إننا انتقلنا في قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، فالدينامية التي أطلقناها في السنوات الأخيرة بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة. ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع، كما أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية عرف تزايدا كبيرا بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم، وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار ومحورا لاقتصاد